يبدأ المشهد الأول من قصة الفيلم في مطار عسكري باسكتلندا في مشهد فوضوي. يعمل الجيش بكامل طاقته للتعامل مع طائرة اختطفها إرهابيون. يصدر عقيد أوامره لقناص بالقضاء على الخاطفين على متن الطائرة. بمجرد هبوط الطائرة نلتقي بالعقيد ألين. يحاولون التحدث إلى رجل مربوط في مقعد الطيار، لكنهم يكتشفون أنه مصاب في يده. ثم يطلب العقيد ألين الانتظار، فقد لا يكون ذلك الرجل من الإرهابيين. في تلك اللحظة يقفز صبي يدعى إلياس من مقصورة الشحن في الطائرة، فيسرع الجنود إليه ويأخذونه إلى غرفة الإسعافات. بينما يأخذونه إلى هناك يبدأون في اكتشاف ما حدث على متن الطائرة. ثم ينتقل المشهد إلى اليوم الذي كان من المفترض أن تقلع فيه رحلات ترانسأتلانتيك 473. الآن إلياس ووالدته نادية متجهان إلى نيويورك لتلقي العلاج. نادية مصابة بسرطان الدم وتحتاج إلى زيارة الدكتور براون الذي يقول إنه يستطيع مساعدتها على التحسن. لكن بينما كانوا يستعدون بدأت نادية تشعر بقلق شديد. طلبت من إلياس الانتظار في غرفة الانتظار ريثما تهدأ. خططت للذهاب إلى الحمام لأخذ دوائها المعتاد. بعد تناوله شعرت ببعض الآثار الجانبية، لكنها لم تدم إلا لفترة قصيرة. كان إلياس ينتظر والدته. التقى بعالم يدعى فريد مسافر إلى نيويورك لحضور مؤتمر. الرحلة إلى نيويورك على وشك الإقلاع، وبدا كل شيء هادئا في البداية، لكن الأمور توترت عندما بدأ أحد الركاب بالتشاجر مع مضيفة الطيران. دخل عميلان كانا على متن الرحلة أيضا للتعامل مع الموقف، لكن سرعان ما تصاعد الموقف عندما قتلا 2 من الركاب. يتبين أنهما إرهابيان يصنعان الفوضى لجذب انتباه العملاء. أطلق النار على الطيارة على الفور من قبل إرهابي آخر، كما عطلوا نظام التتبع حتى لا يتم العثور على الطائرة. تضم المجموعة بيرج وبولاويتو وباستيان وجوريج وكورتيز وكارل. سيطروا على الطائرة وطلبوا من جميع الركاب التوجه إلى الخلف. استجاب الركاب المذعورون. أعلن بيرج قائد الإرهابيين أنهم الآن يسيطرون على الطائرة. طلبوا من جميع الركاب التزام الصمت حتى يدفع الفدية. ثم عثر إلياس على خريطة للطائرة من الداخل وبدأ يبحث عن مكان للاختباء. حالما وجد مكانا توجه إليه فورا، لكن والدته رأته يركض إلى مؤخرة الطائرة فاضطرت إلى اللحاق به. لسوء الحظ لاحظ بولاويتو ذلك ووجه مسدسا نحوها. في النهاية أطلق بولاويتو النار على نادية 3 مرات. عندما رأى إلياس والدته ممددة هناك يأس من الاختباء وسحب إلى مقعده. بعد قليل أحضر بيرج 3 ركاب إلى الغرفة الأمامية من بينهم فريد، ثم طلب من ال3 قراءة رسالة مكتوبة باللغة العربية. بالإضافة إلى ذلك سجل بيرج تعليقات ريد مما يوهم بأن إرهابيا عربيا قد استولى على الطائرة. بعد ذلك ينتقل المشهد إلى ذكريات نادية، حيث نراها في نزهة مع إلياس وزوجها نيكولاي. وبينما كانوا عائدين من النزهة إلى المنزل تعطلت سيارتهم فجأة في منتصف الطريق. كان الطريق هادئا جدا وبعيدا عن القرية، لذلك اضطر نيكولاي إلى ترك نادية للبحث عن المساعدة. لكن بعد ساعات من الانتظار بدأت نادية تشعر بالقلق لأن نيكولاي لم يعد بعد. أخيرا قررت أن تبحث عنه حاملة إلياس بين ذراعيها، وفي طريقها لمحت آثار أقدام تؤدي إلى ملكية خاصة. دفعها فضولها إلى تتبعها، وفي النهاية وصلت إلى منزل قديم. عندما دخلت لاحظت بقعة دماء تؤدي إلى إحدى الغرف، فتبعتها لترى ما يجري. رأت الدم يتدفق إلى القبو، ودون أن تجد وقتا للتفكير ظهر رجل غريب خلفها مما يفاجئها. أغلقت الباب بسرعة. بعد ذلك وجدت نادية جثة نيكولاي هامدة ملطخة بالدماء. ثم ظهر ذلك الرجل الغريب وحاول الدخول من النافذة. لم تضع نادية وقتا وضربته بعصا، لكنها تعرضت لعضة في يدها أثناء العراك. بعد أن أشرقت الشمس هرب المخلوق، وفي هذه اللحظة نكتشف أنه كان مصاص دماء. أصيبت نادية بعضة في يدها فتحولت إلى مصاصة دماء، وتغيرت حياتها بعد موت زوجها.
الآن عليها أن تعتني بإلياس بمفردها، وأن تجد طريقة للبقاء على قيد الحياة بعيداً عن الشمس. لتحافظ على طاقتها كانت تشرب دم الحيوانات فقط. في النهاية عادت إلى المنزل القديم بحثاً عن طريقة لعلاج نفسها، فعثرت بالصدفة على كتاب غريب فيه كيفية صنع مصاصي الدماء. في تلك اللحظة ظهر شخص ما وادعى أنه والد مصاص الدماء الذي اقتلته نادية سابقاً. شرح لها أن لكل مصاص دماء عنده هذه الطبيعة الشريرة التي تجعله يتوق إلى دماء البشر، وأخبرها أيضاً أنها ملعونة ويجب القضاء عليها، حتى أنه حاول قتلها لكنها قاومته وانتهى بها الأمر بقتله. بعد ذلك تناولت مزيجاً من الأدوية التي صنعها والد مصاص الدماء والتي يمكن أن تخفف من عدوانيتها. في النهاية أمسكت بغالون من البنزين وأشعلت النار في المكان بأكمله. ثم يرجع بنا المشهد إلى الطائرة. حتى بعدما أصيبت بالرصاص استمرت في البقاء على قيد الحياة. زحفت ودخلت إلى فتحة الحمولة لتحاول الحصول على دم حيوان. في هذه الأثناء يجهز جورج وكورتيز المظلات والغاز السام. بدأ كلاب في حمولة الركاب بالنباح على نادية، فتعض أحد الكلبين وتشرب دمه. جورج المنشغل بالغاز السام يسمع شيئا غريبا خلفه. عندما يستدير يرى نادية تتغذى على دم الكلب. تنقض نادية عليه وتهاجمه وتشله حتى يفقد وعيه. نتيجة لذلك تبدأ بالتحول إلى مصاصة دماء كاملة، لكن بما أنها لا تريد أن تكون قاتلة وعدوانية تبدأ بحقن نفسها بدواء للسيطرة على عدوانيتها حتى لا ينتهي بها الأمر بقتل أحد. في هذه الأثناء يحذر بولاويت والركاب من أنهم إن لم يبقوا في مقاعدهم سيطلقون عليهم غازا ساما. بعد ذلك عاد بولاويت والخاطفون إلى مقصورة الشحن ليقفزوا من الطائرة ويضعوا قنبلة على متنها. استعادت نادية وعيها وذهبت إلى مقصورة الشحن للبحث عن إلياس، ثم أخذته إلى قمرة القيادة لأن لديها خطة لإعادة الطائرة إلى نيويورك. كانت الطائرة قد اختطفت وحول مسارها إلى لندن من قبل، لكن الطيار الآلي لا يزال مفعلا. ذهبت نادية إلى منطقة الركاب وسألت إن كان بإمكان أي شخص قيادة الطائرة. لم يمض وقت طويل حتى تقدم طالب مدعيا أنه لعب لعبة محاكاة طيران وعرض عليه محاولة الطيران. ثم أخذت الطالبة معها وأحضرت فريد الذي أراد المساعدة كمساعد طيار. قبل ذلك أخبر فريد الركاب أنهم سيموتون جميعا لأن الخطة تتضمن تحطيم الطائرة في مبنى في لندن. بدأت شائعة تنتشر بين الركاب بأن الإرهابيين يحاولون الإضرار بسوق الأسهم. ثم تبع فريد والطالب نادية إلى قمرة القيادة، بينما كانت نادية تراقب الكاميرات الأمنية لترى الإرهابيين منتظرة حتى يقفزوا من الطائرة. يحتاج الطالب إلى إعادة الطائرة إلى مسارها بسرعة نحو نيويورك. لسوء الحظ يكتشف الخاطفون المختبئون في مقصورة الشحن جثة جورج لاحقا. يعتقد بولاويتو أن نادية مسؤولة عن مقتل جورج لأنه لم يعثر على جثتها قرب باب مقصورة الشحن. بعد ذلك يتوجهان مباشرة إلى قمرة القيادة لمواجهة نادية وإجبارها على فتح الباب. يقتل بيرج أحد الركاب أمامها مباشرة، ولأن نادية لم تفتح الباب أبدا يقرر بولاويتو أخذ أحد الركاب. عندما ترى نادية الخاطفين يهددون الأطفال الصغار تفقد أعصابها. بمجرد أن تدرك أن بيرج على وشك إيذاء أحدهم تفتح الباب وتلاحقه. بعد ذلك أمسك بولاويتو حقيبة نادية ووجد دفتر ملاحظات يفصل أوقات شروق الشمس وغروبها. هذا جعله يظن أن نادية قد تكون مصاصة دماء بالفعل. ثم تمكن من الحصول على مصباح يدوي بالأشعة فوق البنفسجية وشحذ قطعة خشب لاستخدامها كسلاح ضدها. بمجرد أن أصبح مستعدا توجه الخاطفون مباشرة إلى قمرة القيادة للقضاء على نادية، ولكن بعد ذلك رآها بولاويتو وحاول مواجهتها. بينما توجه الآخرون إلى قمرة القيادة تمكن بولاويتو من إسقاط نادية. لم يستطع مقاومة إعجابه بمظهرها كمصاصة دماء الذي يبدو قويا جدا، ثم استخدم حقنة لسحب دمها. بعد ذلك خطط للقضاء عليها بهراوة. في هذه اللحظة تدخل إلياس راكضا وبيده مسدس مصوبا نحو بولاويتو. حاول إطلاق النار لكن الرصاصة أصابت نافذة الطائرة. الآن
بدأ ضغط الهواء داخل الطائرة بالانخفاض. اقتحم مساعد الطيار قمرة القيادة بسرعة وتسبب في هبوط الطائرة. صدمت عربة أحد الركاب عن طريق الخطأ، مخلفة جرحا صغيرا في بطنه. في هذه الأثناء، بينما قرر بولاويتو التخلي عن نادية، طلبت من إلياس البقاء مع فريد قبل أن تلاحقه إلى مقصورة الشحن. عندما وصلت نادية إلى منطقة الشحن، وجدت بولاويتو مختبئا في سيارة. حاولت إطلاق النار على نافذة السيارة، لكن الزجاج لم ينكسر. ثم أمسكت بقضيب معدني وبدأت بضرب الزجاج. انتزع بولاويتو المعدن من يد نادية وحقن نفسه بدم مصاص دماء وبدأ يتحول. أدركت نادية ما يحدث، فسكبت الكحول داخل السيارة وأشعلت فيها النار للقضاء عليه. لكن باستيان رأى الدخان وهرع لإطفاء الحريق. ذهب الخاطفون للتحقق من الوضع ووجدوا نادية تحاول الهرب من مقصورة الشحن. رأوها وأطلقوا النار على ساقها، لكن نادية تمكنت بطريقة ما من الهروب. أغلقوا الباب بسرعة، لكنهم وجدوا بولاويتو في السيارة. رأى أحدهم بولاويتو يعاني من نوبات وحاول مساعدته، لكن بولاويتو عضه حتى الموت. بدأ الركاب الآخرون بإلقاء اللوم على نادية وحاولوا حتى ملاحقتها. لحسن الحظ تدخل إلياس وفريد لإيقافهم. أدركت نادية أن بولاويتو قد تحول إلى مصاص دماء، فأغلقت جميع الأبواب لمنعه من دخول قمرة القيادة. انضم إليها الركاب الآخرون وأمسكوا بالباب، بينما حاول بولاويتو اقتحام المقصورة. عندما حاول فريد مساعدتها، عضه في يده. ثم دخل أحد الركاب وأطلق النار على بولاويتو على الفور. بمجرد أن أغلق الباب، أمسكت نادية يد فريد وقطعتها لمنع انتشار العدوى. بعد ذلك أخذت نادية وفريد وإلياس باستيون إلى قمرة القيادة. أخبرهم باستيون أن الطائرة قد نفد وقودها، لذا لا يمكنهم الوصول إلى نيويورك. لم يكن أمامهم خيار سوى الهبوط في أقرب مطار. بعد فترة تلقى باستيون رسالة من برج المراقبة العسكرية الاسكتلندي، ثم كشف لهم أن الطائرة تعرضت للاختطاف وأن الإرهابيين محتجزون في مقصورة الشحن. أحد الركاب الذي أصيب في المعدة سابقا يتلقى العلاج الآن من قبل طبيب. أخبرته الطبيبة أن كليته قد تمزقت وأنه قد يموت بسببها. هرعت الطبيبة إلى الغرفة الطبية لإحضار بعض الإمدادات لوقف النزيف. أثناء غياب الطبيبة كان مذعورا من الموت وتمنى أن يعضه مصاص دماء، معتقدا أن هذه هي فرصته الوحيدة للبقاء على قيد الحياة. عندما فتح أخيرا باب مقصورة الشحن، ركض مباشرة إلى بولاويتو وتوسل إليه أن يعض رقبته، لكن بولاويتو لم يهتم لطلبه ومر بجانبه. بسبب هذا تمكن مصاص الدماء من الهرب من مقصورة الشحن وبدأ بمهاجمة جميع من في المقصورة. فقد الركاب عقولهم تماما وهربوا. خارج غرفة الطيار بدأ جميع الركاب يتحولون إلى مصاصي دماء. أدرك فريد ونادية وباستيون أنه إذا هبطت الطائرة فسيهرب مصاص الدماء ويسببون فوضى عارمة. ثم اقترح فريد تفجير الطائرة فور هبوطها باستخدام متفجرات موجودة بالفعل في خزان الوقود. ومع ذلك لا يزال جهاز التفجير في حجرة الشحن، والطريقة الآمنة الوحيدة للوصول إلى هناك هي عبر قنوات هواء ضيقة للغاية. لذلك قرر إلياس الزحف إلى القنوات. حاملا مصباحا يدويا بالأشعة فوق البنفسجية كسلاح، أسرع إلياس إلى حجرة الشحن. تمكن من الاستيلاء على جهاز التفجير، ولكن بعد ذلك ظهر مصاصو دماء آخرون، مما تسبب في سقوط المصباح. اختبأ تحت سيارة. في هذه الأثناء كانت نادية مصممة على إنقاذ ابنها. عندما رأت ما يحدث قبل أن تغادر، طلبت من فريد أن يعيدها برعاية إلياس إذا لم تعد. دون تردد شربت نادية دم باستيون لإطلاق العنان لجانبها الوحشي. غادرت غرفة القيادة مستعدة للتحرك. نزلت إلى حجرة الشحن لمحاولة إنقاذ إلياس، لكنها واجهت بولاويتو. كان عليهما القتال، ولكن لأن نادية لم تحصل على ما يكفي من الدم أسقطها بولاويتو أرضا. بعد ذلك خدع إلياس بولاويتو ليقترب من المخرج. عندما وقف بولاويتو بجانب الباب، فجر إلياس أحد المتفجرات مما أدى إلى سحب بولاويتو، لكن انتهى به الأمر محاصرا في شبكة. سرعان ما ظهر مرة أخرى باحثا عن مهاجمة إلياس، بينما كان فريد لا يزال عالقا في غرفة التحكم. أداروا الطائرة بسرعة لمواجهة شروق الشمس. نتيجة لذلك اشتعلت النيران في بولاويتو ومات أثناء سقوطه.
عندما رأى إلياس والدته تضعف جرح كفه ليعطيها بعض قطرات الدم. استيقظت نادية ومنعت إلياس من الاقتراب كثيرا. فعلت ذلك خوفا من أن تفقد السيطرة وتعضه. في هذه الأثناء يعود المشهد إلى إلياس الذي لا يزال في غرفة العمليات. أحد الضباط يستجوبه هناك. بعد ذلك يقول إلياس إن الطائرة مليئة بمصاصي الدماء ويطلب إخراج فريد من الطائرة بأسرع وقت ممكن. لكن لا أحد من الضباط ولا حتى العقيد ألين يصدق ما يقوله إلياس. بدلا من الاستماع إليه ينتهي بهم الأمر بتخديره. مع حلول الليل يأمر العقيد ألين الجنود بملاحقة فريد، بينما يحاول الآخرون اقتحام المقصورة لإنقاذ الناجين. بمجرد دخولهم المقصورة يهاجمهم مصاصو الدماء. في هذه الأثناء يستيقظ إلياس الذي كان في طريقه إلى المستشفى ويقفز من سيارة الإسعاف ويركض مباشرة نحو الطائرة. في تلك اللحظة بينما يبحث إلياس عن فريد كان الجيش قد عثر عليه بالفعل. يرى فريد إلياس يركض نحو الطائرة وينادي عليه، لكن إلياس لا يسمع. في هذه الأثناء يبدأ مصاص الدماء بالنزول من الطائرة. احتاج إلياس إلى انتزاع المفجر المخبأ داخل دبدوبه. ضغط على الزر مما أدى إلى انفجار هائل في خزان الوقود، مما أدى إلى تفجير الطائرة. بعد الانفجار أدرك العقيد ألين أن فريد بريء فأطلق سراحه، مما سمح له بالالتقاء بإلياس. نشاهد في المشهد التالي أن جميع مصاصي الدماء قد قضي عليهم في الانفجار الكبير. إلى هنا تنتهي قصة الفيلم. أتمنى أن تنال إعجابكم. لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك. إلى ملخص آخر إن شاء الله.